يا بخت شيفات زمان لما كانت بتطلب منهم أكلة اقتصادية كانوا بيعملوا أكلة من غير فراخ أو لحمة بس كده. إنما دلوقتي الأكلة الاقتصادية لازم تكون من غير الطماطم اللي اتجننت والبطاطس اللي اتهبلت وحاجات كتير كده. بس أنا جايبالكوا النهاردة حتة أكلة من الزمن الجميل، لا بتحتاج لطماطم ولا الوقت ولا المجهود، وكله في حلة واحدة وفي ثواني. وصدقوني هتقعوا في غرامها، بالذات لما احط لها التاتش الشامي اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. يلا بينا. بصلتين حمر كبار على 6-7 فصوص توم كبار كده وتوسط، اضربيهم في الكبة عن طريق النبضات. انا عايزاهم مفرومين او متقطعين ناعم مش معصورين. وانا استخدمت هنا حلة الضغط الكهربائية للناس اللي حابة تتعلم استخداماتها، لكن ممكن طبعا نستخدم البوتاجاز عادي. دوست على زرار فراي وبعدين ستارت، واول ما الشاشة بتبتدي تلعب كده يبقى كده هي اشتغلت. معلقتين كبار سمنة بلدي لزوم الطعم، وشوية زيت لزوم اللمعان والفلفل، ونبتدي نشوحهم. ومفيش مانع طبعا من قرن شطة حلو كده يفتح النفس. حزمتين كزبرة خضراء، شبت او بقدونس او كرفس ارجوكي لا. تعرفي ان الاكله دي اصلا في ناس بتسميها كزبريه. زودت شويه كزبره خضراء كمان مجففه، كنت مجففاها في الميكرويف معاكم قبل كده، شوفوا الفيديو ضروري هيفيدكم جدا. ومعلقتين كبار كزبره ناشفه، وقلب لحد ما كل الحاجات الحلوه دي تتحمص وتاخد اللون الذهبي اللي يجنن ده. اقوم نازله بالفول الاخضر، ولو ولادك ما بيحبوهوش ممكن تستبدليه عادي جدا بالبسله او حتى بمكعبات بطاطس، بس بصراحه الفول لا يعلى عليه في الوصفه دي. وعلى فكره هو موجود ومتوفر طول السنه مجمد وبسعر بسيط جدا، اقل حتى من سعر الفريش. مش عارفه ازاي. يا رب بس اصحاب الشركات بعد ما يشوفوا الفيديو ده ما يعلوش السعر. بهاري بقى الخضار بتاعك برشه فلفل اسود ورشه كمون عشان القولون. ملحي بقى حسب الرغبه، انا عن نفسي حطيت معلقتين كبار ممسوحين ملح. اقفلي الحله بتاعتك وسيبي الكلام ده كله يغلي لحد لما الفول يستوي. خدي جزء منه على جنب عشان نزوق بيه الطبق، ودي خطوه اختياريه. وبعد كده ضيفي ميه مغليه، وما تنسيش مكعب المرق بيتوتي الصنع اللي عملناه مع بعض قبل كده، بيدي طعم ونفس يجنن للرز. وما تنسيش ترجعي البصل والخضرة اللي هتطلع مع الفول بالغلط دي، عشان هما اللي بيدوا اللون المميز للرز. وهنا بقى نبتدي نضيف الرز، وكل اللي اقدر اقولهولك في مقدار الرز ان المية بتكون مغطياه بقيمة عقل الصباع كده. غطي الحلة وسيبيها على نار عالية لو بتطبخي على البوتاجاز او على بروجرام فراي لحد ما الرز يتشرب بس. واول ما يتشرب اظبطيه على بروجرام كيك عشان يستوي على الهادي خالص. ولما تقلبيه بقى يطلع معاكي كيكة تجنن كده. وطبقنا لحد كده خلاص جاهز. بس حبايبنا الشوام بقى بشوفهم دايما بياكلوا جنب الفول ده زبادي، فقلت فكرة حلوة اهو، حاجة تبورد على القلب بعد كم البصل والثوم ده. وفاكرة شوية الفول اللي شلناهم على جنب، زوقي بيهم الطبق بعد ما تقشريهم كده. قولونك تمام ما تقشريهمش. وحسيت بقى في اللحظة دي ان النعناع والخضار ده محتاج حاجة كده تكسره، فرشيت شوية رمان. وما تستغربوش ميكس النكهات المتناقض ده، عشان حرفيا هتزغرطوا مع كل لقمة تاكلوها. الأكلة الحرشة دي بقى يلزمها حاجات أحرش منها، زي مكدوس الليمون السريع بتاعي اللي لازم اللي ما شافوش يشوفه، ولا مخلل البدنجان ابو لون عبقري واللي اديتك أسراره كلها في الفيديو اللي قبل ده. وما ننساش ان الأكلة دي ما تمشيش من غير طبق جرجير وبصل أخضر. وأوعدك معلقة هتجر معلقة وابقى قابليني لو خلصتي. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك صدقيني اللقمة الحلوة عمرها ما كانت بالمكونات الغالية. اللقمة الحلوة الطيبة بجد هي اللي طالعة من قلب طيب ومعمولة بحب. الحب ده هو الحاجة الوحيدة اللي قادرة تحول اللقمة الناشفة لخروف. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي دعوة حلوة لأمي الله يرحمها، لأن دي كانت أكتر أكلة بتحبها. يا رب يا أمي يكون طعامك في الآخرة هو طعام أهل الجنة. أنا شيماء البهي.